يا صباح الفل والهنا والسعادة عليكم أحلى متابعين قناتنا أفكار وابتكار. يا رب تكونوا دايما بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفطيرة بتاعة الفطاطري أو الفطيرة اللي هي الحلوة. هنعملها بطريقة حلوة وهتشوفي النتيجة في الآخر معانا. اعملي لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك إن شاء الله معانا كل جديد، وتابعي معانا للآخر. هتشوفي إن احنا هنعملها بطريقة أسهل من بتاع الفطير، ولا عجن ولا خبز ولا كلام من ده، وهنعملها أسرع منه كمان وأحلى منه. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف احنا محتاجين معانا ايه. احنا محتاجين اول حاجة لفة جلاش، وانا هوريكي جهزت الكريمة او المهلبية. كوبايتين لبن وعليهم معلقتين كبار نشا ومعلقتين ممسوحين كده سكر، مش عايزينها مسكرة. وزي ما احنا متعودين خلص الصينية دي على جنب دلوقتي علشان هنعمل الخطوة دي قبل ما تبرد. ان احنا عشان المهلبية بتاعتنا او الكريمة بتاعتنا تبقى كريمي كده وطعمها حلو، نجيب معلقتين قشطة من اللي هي من عند بتوع الألبان ومحلات الجبن، والمهلبية سخنة ما نحطهاش وهي على النار. اول ما نرفعها من على النار كده خلاص خلصت. كده المهلبية بتاعتنا تمام ولونها بصراحة وريحتها جميلة، قشطة كريمة اهي. ويلا نبدأ مع بعض الخطوات. اول حاجة دهنا الصينية بتاعتنا سمنة، وهناخد الجلاش ورقتين بورقتين كده، بس ما يهمكيش بقى ترتيبه والزيادات والكلام ده، احنا هنرتب بعدين. تحطيه كده بشكل عشوائي. معانا ده تقريبا كوباية لبن، ومدوبين فيها معلقتين كبار سمنة، وبنسقي كده يعني بالراحة مش كتير عشان احنا لسه هنعمل خطوة في الاخر هقولها لك هنعمل ايه. نحط ورقتين برضو نفس الطريقة. هنسقي برضو لغاية لما نعمل نص كمية اللفة بتاعت الجلاش. هو اللبن كده هيخليه اصلا يظبط معانا. هكمل انا نص اللفة وبعدين هرجع لك. كده عملنا مع بعض نص اللفة. الخطوة بتاعت اللبن والسمنة دي علشان ايه؟ عشان الناس اللي عايزة تعرف او بتسأل، عشان الفطيرة تبقى معاكي مورقة كده عاملة طبقات. احنا ممكن نحط مرة واحدة، بس احنا عايزينها مورقة وتعمل معانا طبقات. سيبي كده الجناب ايه هنا مرفوعة كده. يلا نحط المهلبية او الكريمة اللي احنا عاملينها. طبعا لو مش محتاجين الكمية كلها ما نحطهاش، احنا هنشوف ايه احنا محتاجين قد ايه. بصي بقى دي الورقة اللي قلتلك ايه تبقى واقفة معانا عشان المهلبية ما تخرجش مننا، لان احنا بنعمل المهلبية يعني مش جامدة ومش مش سايحة، يعني متوسطة عشان يبقى طعمها كريمي كده وحلو. انا شايفة ان الكمية دي كفاية. بعدين هنطبق عليها كده. نحط برضو ورقتين جلاش بالراحة كده عشان المهلبية ما تخرجش منك برا الصينية بهدل الدنيا. هنسقي برضو معلقتين كده. ودي كانت الطبقة الأخيرة معانا.
هنحاول ان احنا نخليها كده شكلها متنظم. المرة دي بقى احنا هنتني على جوه عشان يبقى شكل الصينية حلو معانا من بره او من على الوش. دول 3 ورقات فضلوا، مش مشكلة خالص، مش هنرمي حاجة. زي ما انت شايفة كده هنسقي برضو اللي فاضل كده على الوش اللبن والسمنة، وبعدين هندخلها على الفرن على الصاجة من تحت او على الارضية من تحت، يعني 5 دقايق بس كده. لما تلاقي الجناب بدأت معاكي تحمر وبعدين بتطلعيها على الشواية. لو فرنك فوق وتحت بتشغليه فوق وتحت عادي كده تمام. هدخلها الفرن وبعدين هرجع اوريها لك. كده احلى متابعين، طلعت معانا احلى فطيرة. بصوا بجد الريحة تحفة. يا سلام بقى لو كنا عملناها بالسمنة البلدي، بصراحة انا لازم اعملها مرة بالسمنة البلدي، بجد جميلة جميلة وريحتها تحفة. بصي هي فيها شوية قرمشة ليكي بقى ترجعلك، هي كل ما بتقعد كل ما بتطرى. بس انت لو حابة تسقيها معلقتين لبن كده حتى من الجناب تطرى اكتر، او ممكن تعملي الخطوة دي وتسيبيها لو مش هتشتغلي فيها على طول 10 دقايق كده او ربع ساعة بالفوطة. هي اخدت على فكرة ربع ساعة بالظبط في الفرن، تقريبا 7 دقايق فوق و7 دقايق تحت. بتسيبيها كده متغطية بالفوطة او بورقة فويل 10 دقايق بتطرى معاكي، او بتسقيها عسل. بس انا مش هسقيها عسل عشان هقولك انا هعمل ايه. ده سكر بودرة، اول حاجة هنرشها كده. احنا عايزينها بالظبط يعني تطلع زي بتاعت معلقة. جبت معلقة صغيرة عشان السكر متكتل شوية، بس انا عايزاه برضو ينزل سكر خفيف كده. احنا هنستكفي بالسكر. لو انت عايزة تسقي عسل مع السكر اللي هو السيرب بتاع الحلويات اللي هو الشربات، ممكن تسقيها وبيديلها برضو طراوة. لو عايزة تستكفي بالسكر البودر كده حلو قوي معانا كده، كفاية قوي. الخطوة بقى معانا نجيب معلقة، ما احنا قلنا لازم نعملها زي المحلات بالظبط. هنحط معلقتين قشطة عشان تبقى بالظبط نفس المحلات الفطير الدمياطي، وهنغلبهم كمان وهنعملها احلى منهم كمان. مفيش حاجة مستحيلة ومفيش حاجة صعبة، طول ما انتي في البيت وبتحاولي وبتفكري وبتعملي هتعملي كل حاجة واحلى من الجاهزة كمان. حطيناها بالقشطة اهي. معانا بقى شوية مكسرات، بندق ولوز، جوز هند عريض. بتحطي بقى المكسرات اللي انت حباها، نديها تشكيلة كده. شوية سكر كده عشان القشطة مسخة، انا ما ضربتهاش ولا عملت فيها اي حاجة، زي ما انت شايفة انا حطيتها قدامك كده على طول. كده ما خلناش حاجة من اللي بتتعمل عند محل الحلواني وما عملتهاش معاكم عشان ما بقاش بخلت عليكم بحاجة. وهي سخنة بس انا هقطع حتة برضو وهوريها لك.
بصي طريه ازاي واحنا بنقطعها. كده احلى متابعين الفطيره بتاعتنا وجمالها بعد ما بردت. بصراحه ما كانش نافع خالص ان هي تتقطع وهي سخنه، لان انتوا عارفين الحاجه اللي بيبقى فيها مهلبيه بتبقى محتاجه ان هي تمسك شويه. بصي بقى بجد ريحه وطعم خرافه، وبجد انا بوعدك ان انت هتتحدي بيها محلات الحلويات ومحلات الفطير. بصي بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لك لما بتبرد هي بتطرى. بصي ما شاء الله على الطراوه. عايزه اوريكي برضو مورقه ازاي، والله ريحه وطعم وشكل هي نفس بتاعه المحلات بتاعه الحلويات. زي ما قلت لك احنا مفيش معانا حاجه مستحيل، كل حاجه تقدري معانا طول ما انت معانا في القناه هتعمليها في البيت. ولو عجبتك الفطيره بتاعتنا اعملي لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. انا بقى معاكم اهو. بصي طريه معايا خلاص ازاي. هبدأ بقى انقلها في طبق التقديم. انا عايزه اوريكي بقى بعد ما نقلتها. بصي لسه معانا في الصينيه اهو، والحته اللي انا طلعتها في طبق لوحدها اهي. وبصي بسم الله ما شاء الله الطبق معانا قد ايه، يعني شوفي كميه بورقه جلاش واحده تكفي عيله كامله واكتر كمان. والطعم بجد حلو قوي، وبجد هتتحدي بيها محلات الحلويات. لو عجبتك الوصفه بتاعتنا او الفطيره بتاعتنا النهارده، واعملي لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.